السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله غادي نجاوب على واحد تعليق من واحد الأخت الفاضلة اللي تواصلت معايا عبر الانستغرام وكتسول على الدراسة ديال الماستر في القنيطرة وكيفية كيفاش كتتم هذه الدراسة، واش يعني فيها مصاريف، واش الحضور ضروري، واش يعني الدراسة بحال الإجازة. إذن هادو ثلاثة النقط اللي غنتناولوها اليوم. هو طريقة ديال يعني كيفية طريقة الدراسة، واش كتختلف عن الإجازة ولا لا، كذلك الحضور واش مهم ولا ماشي مهم، كذلك واش كاين المصاريف. اذا نتناولوا النقطه الاولى او الجانب الاول اللي هو طريقه ديال الدراسه كيفاش كتتم في القنيطره. تنقول القنيطره لان بحكم التجربه ديالي، اما الماسترات الاخرين صراحه ما عنديش فكره، ولكن بطبيعه الحال فالنظام هو فين ما مشيتي الماسترات كتتم بواحد الطريقه معمقه، بواحد الدروس اللي كتكون مكثفه، بواحد يعني الانضباط اكثر، لانه كنعرفوا على ان تلك الاجازه اننا كنمشيو الكليه بحريه، نقراو في الدار، نقراو عن بعد، ما كاينش اشكال انني نمشي ما نمشيش، نغيب ما نغيبش. فقط كيمكن لي غير نحضر في الامتحانات. ما كيهتموش بالغياب. كيمكن لك تمشي حتى للمدرج وكتقرا غير واحد ربع ساعه، ما عجبكش الحال كتخرج بحالك، الاستاذ ما كيتسوقش. ماشي كلشي من طبيعه الحال، كاين الاساسي ديال تيقول لك دخل خرج، المهم غير يدخل بالسكات وخرج بالسكات. كاين اللي يحضر غير واحد شويه ويمشي بحالو، كاين اللي يجي متعطل. من طبيعه الحال كاين من الاساتذه اللي ما كيقبلوش التعطال، كيقول لك اجي في الوقت، ولا ما كنتيش غادي ما جيش في خطره. المهم طريقه ديال القرايه في الاجازه كتكون ميسره الى ابعد الحدود. فقط يمكن لك انك تمشي تجيب الدروس ديالك من عند طلبه اصدقاء سجلوا لك شي درس الى غير ذلك، مشيتي تجيب غير بوليكوب من عند المكتبه اللي داخل الكليه، وهانت قريتي في الامتحان اجي حضر، ولا بريباريتي مزيان راك غادي تنجح. اما بالنسبه للامر ديال الماستر فهو كيختلف تماما، لان القرايه كتكون اولا فيها انضباط اكثر. علاش؟ لانه ملي كنديروا الماستر فاننا تيخصنا نلتزموا بالحضور. علاش؟ لان اولا هما كيكونوا طلبه قلال، ما كنقراوش مدرجات عاده، كنقراو غير في قاعات كافيا، لان الحضور او العدد كيكون قليل، يعني ما كيفوتش 80 واحد او 40 او 50 او 60 واحد على حسب كل كليه. دونك لما كيكون العدد قليل فكيكونوا محسوبين، يعني لا غير بلاصتك الا ما جيتيش راه الاستاذ كيلاحظ بانك كيشوف العدد قليل، اذا كاين الغياب، اذا كيعرف بان طلبه ما جاوش. ثانيا كاين الامضاء على الحضور، لائحه الحضور. الاستاذ كيدير لا ليست، ولا الا ما دارهاش الاستاذ كيديرها المنسق ديال المجموعه، بمعنى ان خص الحضور ضروري. مني كيتقيد عليك الغياب كدوز واحد 3 ولا 4 ديال الحصص كيعيطوا لك علاش ما حضرتيش، خصك تبرر الغياب ديالك اما بشواهد طبيه، اما تعطي جواب مقنع للمنسق ديال او المنسق البيداغوجي ديال الماستر، يعني الاستاذ اللي مكلف بهذا الماستر. هذا من جهه. ثانيا الناس اللي كيغيبوا بزاف 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 يقدر واحد النهار يقول لك هاك الملف ديالك الله يعاون العونات. هذه من جهه. بالنسبه للناس اللي تيكونوا خدامين، هادو بالنسبه للحضور الناس العاديين المندمجين اللي هما ما عندهم حتى شي حجه انهم غادي يغيبوا. بالنسبه اللي عندهم اللي خدامين، في بدايه الدراسه كتدلي بواحد الشهاده ديال العمل اللي كتخول لك بانه انك تغيب عن هذه الدراسه مره، وانك كتاخذ الاذن ديالك من الشركه اللي انت خدام فيها ولا من الاداره العموميه اللي انت خدام فيها، باش كتبقى تحضر مره للدروس، وخصوصا كتحضر الطريقه اولا بالنهار اللي كتبغي دير العرض ديالك، لان العرض كما كنعرفوا بان الاستاذ هنا في الماستر ما كيبقاش هو اللي كيلقي الدرس، الطلبه هما اللي كيلقيو الدروس. الاستاذ كيتدخل غير في بعض
المناقشات، او يصحح معلومه، او يعطي ملخص لهذاك العرض، او لا كيعطي واحد المقدمه ومن بعد كيخلي الطلبه يكملوا، ولا ملي كيكملوا الاستاذ كيتدخل، ولا يعني من كل واحد والطريقه ديالو. عموما في الماستر الاستاذ هو الطلبه هما اللي كيلقيو الدروس، واحد 4 أو 3 أو 5 أو 2 أو 6 على حسب كل مجموعه، على حسب العدد ديال الطلبه، على حسب الاستاذ كيفاش كيقسم ديك المجموعات. بمعنى الطلبه هما اللي كيلقيو هذاك الدرس. الوغ النهار اللي كتبغي دير الدرس ديالك خاصك تكون حاضر، ولو تكون خدام خاصك تكون حاضر فهاد، يعني خاصك تخدم عن بعد مع الطلبه اللي كيكونوا كيديروا العرض. بمعنى لان كيكون كنخدموا باغ ايكيب، يعني العرض او لا الدرس كيتلقى من مجموعه. بمعنى خاصك تتواصل مع الطلبه، وديك الخدمه يعني راها كتكون مكثفه، بمعنى انك عندك 6 ديال المواد، وديك 6 ديال المواد كلهم كتكون مطالب بهم في العرض. كيقدر يجيوك 2 عروض في سيمانه واحده، كيقدروا يجيوك 2 عروض في نهار واحد، كيقدروا يجيوك 3 أو 4 ديال العروض في سيمانه واحده. بمعنى خصك تكون حاضر الاسبوع كامل. بمعنى عندك اليوم عندك عرض، غدا عندك عرض، بعدو عندك، على حساب، لان داكشي كيدار بالقرعه، يعني الدروس كدار، يعني العروض كدار بالقرعه. اللي ما فهمش هذه المساله ديال القرعه نقدروا نديروا لها فيديو بوحديتها ونفسروا ونشرح لكم ونعطيكم امثله الى غير ذلك. لان كما قلت العرض ديالك كيجي بالقرعه، وانت وزهرك هذاك المجموعه ديالك عند هذا الاستاذ تقدر تطيح اليوم، تقدر عند استاذ اخر تطيح غدا، تقدر تطيح لك 2 أو 3 ديال العروض في نهار واحد. نعم، لهذا خاص يكون الطالب يعني ما غاديش تقول انا غنخدم وغادي نتفرغ للقرايه ديالي. سي فغي كون ناس كاينين معانا فعلا خدامين وكيقراو، ولكن راه هكا هو انت وزهرك هذاك الدرس ديالك فين غادي يطيح ديك العرض ديالك. واش غادي يجيك مره في الشهر، واش غادي يجيك مره في يعني على طيله السيمستر، يعني السداسيه كنقراو فيها مثلا 3 شهور ولا 4 شهور ولا 6 شهور على حسب كل سداسيه. لان كاين بعض السداسيات اللي بحال السداسيه الثالثه راه قرينا فيها من شهر 9 الى حتى تقريبا، او من شهر 10 الى حتى شهر 4 اللي في العام الجديد. بمعنى كانت طويله جدا، يعني كتقدر تكون واحد السيمستر قصيره، ولكن السيمستر اللي موراها كتقدر تكون طويله بزاف وكتدي لك العام كامل تقريبا. عموما الدراسه في الماستر خصك تكون معول على القرايه، خصك تكون معول على الحرب، خصك تكون معول المجهودات. يعني ما كاينش الراحه، كاين الضغط، العياء، ستريس، كاين الاعمال الفرديه بالاضافه للعرض ديالك اللي كتوجد مع المجموعه ديالك. كاين اعمال فرديه، كاين بعض الاساتذه اللي تيعطيو اعمال فرديه، ماشي بعض، الكل كيعطي الاعمال الفرديه. كاين خدمه، كاين توجاد، كاين تحضير، كاين ما كاينش الراحه، ما كاينش. يعني الماستر راه ماستر، راه تكوين، راه فين ما مشيتي كاين الخدمه الخدمه الخدمه، يعني كاين مجهودات. الشق الثاني من السؤال هو كما قلت، يعني جاوبت على الانضباط. طبعا خص الانضباط مع الاستاذ، ما كاينش داك انت جالس والتليفون كيصوني وتهضر وقت ما بغيتي، ولا تخرج وقت ما بغيتي كي بحال الاجازه داخل خارج. حتى الا بغيتي تمشي للطواليت ما يمكنش عاد تقبط وتخرج بحال الاجازه. خصك تاخذ الاذن من الاستاذ. كاين الاستاذ اللي ما كيسمحش بكل ساعه غادي جاي، كاين الاستاذ اللي ما تيسمحش يعني ديك الاستهتار، داك انت كتهضر والاستاذ كيشرح، يعني ديك البساله ديال الاجازه، وداك سلك الاجازه راه ما كايناش في الماستر، غير باش نكونوا واضحين. خصوصا الا كنتو قلال راه معدودين على رؤوس الاصابع. يعني ملي كتدخل وانت كتقرا، والقرايه راه ما عندهاش واحد الوقت معين. الاستاذ في وقت ما لقى عنده وقيت كيقول لك اجي، ما كنلتزموش بلو امبلوا دو طون. زعما غندخل عندي النهار الاول كيفرقوا لك لومبلوا دو طون ولا يحطوها في لو سيت، الو غادي نمشي على داك هذا. الحمد لله عندي غير 3 ديال نقرا غير 3 ايام. لا، راه ما كايناش، لحيت كنقراو في وقت ما كان الاستاذ مسالي تيقول لك اجي. كنتو معطلين غتبقى تجي كل نهار، فيما تلقاو الوقت مناسب يقول لك اجي. الاستاذ هو اللي كيقرر في وقتاش غادي يقري الحصه، ماشي
ماشي الاداره اللي كتحط لك واحد لومبلوا دو طون. الاستاذ اللي كيقرر هو اللي كيحط لومبلوا ديالو، هو اللي كيقول لك وقتاش تجي وقتاش ما تجيش، وقتاش غيغيب، ويقدر تجي حتى